الزمالك يكسب البنك الأهلي 1-0 بهدف من ضربة جزاء بيجيبها سامسون الجبار. وبيحرزها زيزو اللي كان تقريبا هالك نفسه في الملعب. وأنا بتفرج على الماتش بقول يا عبد الغني وحشنا، بدل ما احنا بنلعب المسلوسي مساك كده كان زمان عبد الغني مريحنا. لسه مكملتش كلام بيني وبين نفسي لقيته مسك سامسون عمل له سوبليكس، خلاني افتكرت الايام السودا وافتكرت احنا ليه كنا عايزين نمشي. انا مش حابب نبقى قاسيين على عبد الغني، لان البيدجات والصفحات والناس عمالين تنزل فيديوهات تريقة على عبد الغني وده كان اسوأ مدافع. الراجل مهما كان لازم نصون العشرة. الراجل كان لعيب في نادينا لمدة 4 و5 سنين، ساهم نوعا ما في بطولات اخدناها، فهو ممكن لو الافيه يحبك ولا كده، انما ما نقصوش عليه يعني، ونبقاش ناكرين الجميل ونصون عشرته. تاني لعيب شلبي اصاباته كترت، بيلعب ماتش اداؤه يبقى كويس يبقى بيبدأ يبقى مؤثر معانا في الفرقة، يتصاب تاني وهكذا. في لعيبة زي شلبي اصاباتها العضلية كتير، زي ما انت شفته وهو بيجري ياخد الكرة تقريبا في حاجة مزق او حاجة وقع ما قدرش يقوم. زي بيرسي تاو كان كده. النادي الاهلي عمل له تحليل DNA وبدأ يعالجه او يتعامل معاه على اساس علمي وعلى اساس التحليلات اللي عملها. اللعيبة دي بتبقى جرعاتهم التدريبية مختلفة عن اي لعيب تاني في الفريق علشان ما يصابش كتير، لان عضلاته ضعيفة او مختلفة عن بقية لاعبي الفريق. فلو شلبي هيفيدنا، وهو انا شايف ان هو مفيد وراجل لعيب منتخب مصر، مش 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 هيضر ان احنا نتعامل معاه على اساس علمي ونشوف التحليلات دي بحيث نتفادى اصابته ونقدر نستفيد بيه بقدر الامكان. اما بالنسبة جوميز طبعا كالعادة كل ماتش عايز يفتكس، بادئ بداية غلط، بيبدأ من غير فيرويد مش عارف ليه. انت لعبت بتشكيلة معينة فيها سيف الجزيري طلع بره عشان انذارات او ايا كان، اشيله واحط ناصر منسي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر اللي مش موجودين وخلاص ما الفش. انما ليه العب من غير فيرويد؟ مش فاهم الفكرة. يعني لولا ان اللعيب اتصاب بدري شلبي وطلع كان الشوط الاول هيضيع، وكان ممكن البنك الاهلي يخطف جون ويركب الماتش. يعني اصابة شلبي جت لصالحنا ان اجبرت جوميز على ان يصلح اخطاء، فنتمنى ان احنا ما نشوفش الاخطاء دي في المستقبل. وسامسون طبعا يعني احنا شفنا العرضيات هو بينزل لتحت مش بينط. سامسون ميزته انه بيقف على الكورة بيلف يضغط على المدافعين، يعني هو اخره يلعب 10، ما ينفعش نعتمد عليه كفيرويد. فنتمنى ان احنا نشوف ناصر منسي لما سيف الجزيري بيغيب، ونثبت سامسون رقم 10 ويبقى بديله اوباما او عبد الله السعيد لو حن عليه ولعبه قدام. وبس ما نفتكسش كتير عشان احنا في كل محتاجين لكل نقطة في الدوري يعني. اما بالنسبة للنقطة الاخيرة فعمر جابر اخر الماتش عمل سبرنت، خد الكرة وراح عمل اوفرين كأنه شاب ابن 18. الماتش تقريبا في اخر 10 دقايق او اخر ربع ساعة، الراجل عنده 32 سنة بيعمل السبرنتات دي ما شاء الله عليه، ومن احسن لاحسن ومن احسن اللعيبة اللي موجودة هو والمسلوسي وزيزو اللي برضو عمل سبرنت في اخر الماتش عشان يرجع يقطع الكرة. بشوف ناس على التلفزيون بتقولك زيزو ما بيرجعش يدافع. زيزو الماتش اللي فات اخر ربع ساعة او تلت ساعة بص كرة غلط رجع عمل سبرنت قطعها، فضل بقية الماتش ينهج لانه قطع الملعب كله في الدقيقة 80. عاش زيزو وعاش عمر جابر. النقطة الأخيرة بقى في الفيديو وهي المعلق بيقول لك ايه بقى، يعني شوفوا الناس لما تقلب الصح غلط والغلط صح. يقول لك زد ما شاء الله حاجة تفرح، وبيراميدز ما شاء الله حاجة تفرح، وفيوتشر ما شاء الله حاجة تفرح. عايزين بقى نجيب لهم جماهير، يعني بدل ما يقول يا جماعة ما ينفعش أندية الشركات ونطلع أندية جماهيرية، لا، علشان نمشي مع الموجة فاحنا هنشتري جماهير تدعم الأندية. هيحصل ايه لو كل نادي جماهيري زي المنصورة زي غزل المحلة زي أسوان زي الكلام ده يشوف رجل أعمال، وباتفاق ما بدل ما رجل أعمال يشتري نادي ويخليه على اسمه، يرعى نادي أسوان أو يرعى نادي المنصورة أو يرعى أي نادي شعبي، ونشوف الدوري المصري زي الدوري الإنجليزي أي ماتش يبقى حاضر فيه جمهور للفريقين، بدل ما الدوري بتاعنا دوري شركات ميت. وما تنسوش اللايك والفولو. بتمنى دعم اخواتي الزملكاوية واتمنى اقراكم في الكومنتات. شكرا.